هديك نظام فيدرالي. فيدرالي. هنيك نظام فيدرالي. ايوه، لا انا معهم، انا تمام. ولكن يعني خلينا نقول يعني او بالاحرى اشبه بالفيدرالي. يعني نحن سوريا مختلفه. نحن لا مركزيه الاداريه عم نحكي. لا مركزيه الاداريه. 7 اقاليم. هلا هون مثلا بفرنسا في عندك بلديه باريس ماشي، وعندك بلديه بسموها او مجلس إل دو فرانس اللي هو باريس وضواحيها ماشي. لذلك نحن من خلال دراستنا للعديد من الدول انه يكون في 7 اقاليم اداريه. اقليم دمشق الكبرى، اقليم الفيحاء، اقليم دمشق الكبرى، اقليم الشمال محافظة حلب الكبرى ومحافظة إدلب وأريافها طبعا. اقليم حوران الكبير اللي بيضم محافظة درعا والقنيطرة والسويداء. اقليم الجزيرة العليا اللي بيضم محافظة الحسكة اضافة الى تحويل مدينة القامشلي الى محافظة ثانية. محافظة الفرات محافظة الفرات او بالاحرى اقليم الفرات الكبير اللي بيضم محافظة دير الزور تدمر. لا، محافظة دير الزور، محافظة دير الزور والرقة ماشي، يعني شاقولية نعم، الحسكة، اقليم الفرات الاعلى، اقليم الجزيرة العليا، نعم، اقليم الفرات الكبير اللي بيضم محافظة الحسكة ومحافظة الرقة، اقليم الواحات الثلاث اللي بيضم محافظة حمص، محافظة حما، ومحافظة تدمر، تحويل تدمر إلى محافظة، لأن تدمر ستكون خلال سنوات بين 5 سنوات إلى 10 سنوات ستكون القطب الاقتصادي الإقليمي. تدمر يعني سيأتي يوم نعم. خلال 10 سنوات. خلال 10 سنوات. ما المعطيات أستاذ فهد؟ هلا بحكي لك عليه. تمام. خلال 10 سنوات يلي عنده قطعة أرض في تدمر أو دير الزور أو الرقة، هي المحافظات المهمشة يلي بينظر البعض باستعلاء. للأسف مهمشة هي وأهاليها للأسف. نعم، مهمشة قولا واحدا. سيأتي يوم خلال 10 سنوات على الأكثر سيقول نيال اللي عنده قطعة أرض بتدمر ولا بدير الزور ولا بالرقة. هل هناك لأنها خزان الاقتصاد السوري هذه المحافظات الثلاث. حضرتك ذكرت كسياحة، كوجهة سياحية، مش كوجهة سياحية فقط. ليس اقتصاد ثروات باطنية. الغاز الموجود في تدمر لوحده هي موضوع خطير. الغاز بلشوا استاذ فهد اهالي المنطقه بلشوا يحفروا افار مثل العراق. نيال اهل تدمر بكل بيت بالعراق، نيال اهل دير الزور ونيال اهل الرقه. بس ما استفدنا شيء استاذ فهد، ارجوك اخي العزيز، نحن ما استفدنا شيء من هي الثروه السوريه موجوده بدير الزور والرقه والحسكه. لا من قمحه لا من قمحه ولا من شعير. هلا رح تستفيد سوريا الجديده، رح تستفيد. أكثر محافظة فقرا في سوريا هي محافظة السويداء، لا تمتلك أي ثروات. محافظة السويداء صحيح. هي أفقر محافظة في سوريا ماشي، وهي أكثر محافظة ستكون مستفيدة من سوريا الجديدة. بس بيقولوا لك إنه في الحجار السود التراث يخص أهل السويداء، هي ثروة كبيرة بالنسبة لهم. الحجر والعمار البيوت. أنا بحكي كثروات باطنية. كثروات لا يوجد هناك ثروات أبدا. نعم. أهل السويداء سينفضون. أهل السويداء يعني بتبشر أهل السويداء أهل جبل العرب. أيوة، أهل جبل العرب الأكارم ماشي، وسام على صدر كل سوري بانتمائهم السوري. نحن نفتخر فيهم كسوريين ونفتخر فيهم كموحدين دروز ماشي. وما تراه الآن من هذا الضباب في محافظة السويداء سيزول هو ومن معه. ايوه، هؤلاء من يشعلون الفتنه، يعني امثال جماعه الهجري طبعا توجه للاصابع. نعم، الخيانه ليست وجهه نظر. بس حضرتك ذكرت انه هؤلاء يعني شعار على كل صدر سوري طبعا. بس في اجاني سؤال فعلا يعني من فتره على فقالوا انه لم يشاركوا ولم يقوموا بالثوره السوريه. لكمل لك على الاقاليم. لا بس جاوبني على بس لحظه. لا خلينا بنفس هذا السياق.
بموضوع دروز انه ذكرتم بانهم النعم الكرام والى اخره طبعا. ولكن لم يشاركوا لا من بدايه الثوره ولا حتى بنهايه الثوره السوريه استاذ فهد. لا شاركوا. هي طبعا لا شاركوا. متابعين شاركوا. يعني شاركوا. نعم. شاركوا قبل الهجري. قبل الهجري اخوه للشيخ الهجري. الشيخ الهجري الاساسي. نعم. اصدروا فتوى بتحريم مشاركة أبنائهم بقتال الشعب السوري. هي تحسب لأهالي جبل العرب. شو التحريم اللي صدر؟ تحريم قتال أهل السويداء أهالي جبل العرب في الجيش السوري جيش الأسد. حرموه طبعا. أيوة. فتوى. إلا يعني خلينا نعتبر إنه قلة قليلة اللي شاركوا طبعا مع النظام طبعا من المخابرات من كذا طبعا. من كذا كانوا من حرموا مشاركة أبنائهم في قتال الشعب السوري. يعني ما بنشبه استقبلوا عشرات الآلاف من السوريين النازحين من محافظات أخرى. يعني ما بنشبه الطائفة كما يدعى ويقال. هذا خطأ التعميم خطأ يا حبيبي. التعميم خطأ. التعميم خطأ. نعم. فبنرجع لك للأقاليم. حكينا عن إقليم دمشق محافظة إقليم الفيحاء اللي هو محافظة دمشق الكبرى، إقليم حوران الكبير اللي بيضم درعا والسويدة والقنيطرة. حكينا عن اقليم الواحات الثلاث وجزء من الجولان استاذ فهد. ما هو الجولان تابع للقنيطرة يا حبيبنا. لا نحن كنا على ايام لما درسنا استاذ فهد الجولان محافظه كانت والقنيطره ودرعا. لا يجي وقت الجولان بحث اخر. لا ما عندنا جولانين، جولان المحتل ارجوك استاذ فهد، عندنا جولان المحتل وعندنا جولان تبعنا. طيب ايوه يعني بس مشان نوضح طبعا. نعم. عندك اقليم الواحات الثلاث اللي حكينا عليه اللي بيضم محافظه تدمر ومحافظه حمص ومحافظه حماة. نعم. اعتبرنا تدمر محافظه الجزيره العليا يلي بتضم محافظه الحسكي ومحافظه القامشلي تم اعتبار القامشلي محافظه جديده بدل مدينه. محافظة الإقليم الفرات الكبير اللي بيضم محافظة دير الزور ومحافظة الرقة. إقليم الشمال اللي بيضم محافظة حلب الكبرى ومحافظة إدلب. وإقليم الساحل اللي بيضم محافظة اللاذقية ومحافظة طرطوس، طبعا مع الريف ومع كل المدن التابعة الأخرى جبلة وغيرها. نعم بانياس. نعم. هي تقسيمات سبع أقاليم. ضمن السبع أقاليم بيكون في مجالس محلية، مجلس محافظة حلب، مجلس محافظة كذا إلى آخره. بالأخير مجالس البلدية على مستوى الأحياء، على مستوى القرى، على المدى البعيد. ألا يهدد هذا الموضوع إلى عملية فيدرالية؟ لا أبدا ما في. لا يعني والمركزية إدارة فقط الإدارة. ولكن نحن عم نحكي كتحاليل إنه هل يؤدي إلى إدارة التنمية الإدارية تنمية المناطق. أهل المنطقة والله شو لازم يصير في شارع من هون، والله شو كذا. نعم صحيح. يلي قاعد بدمشق لا يعلم ما يحدث أو بحاجة أهل. مثلا لو فرضنا حمص انه بدهم يفتحوا شارع من المنطقه هاي للمنطقه هاي، مثل ما عرفت ابن حمص نفسه او ابن الحي نفسه. اكيد. فهي اسمها المشاركه. فتعزيز المشاركه هي لا مركزيه الاداريه تساعد على مشاركه جميع اطياف الشعب السوري. وصولا لانتخابات مجلس الشعب. انتخابات رئاسة الجمهورية بكرة. خلي يكون في عنا 10 و20 و30 مرشح و40 مرشح و100 مرشح. وين المشكلة؟ صحيح. خلال سنة ما بعد السقوط ما قامت به الحكومة الحالية بسوريا معجزة سياسية. ما حدث في سوريا خلال سنة معجزة سياسية بكل المقاييس يعني. وهذا ليس إطراء يعني مني، هذه حقيقة. صحيح. طب الشعب السوري بيقول لك إنه أنا ماني مستعد أصبر على فقري وجوعي وبعض الأمور الاقتصادية. طبعا هذا الشعب نحن بدنا نقدر معاناة الشعب وبدنا نسمع لما بيبعتوا لنا متابعينا الأخوة السوريين الكرام. طيب ما لهم قادرين يتحملوا شوي هلا. طيب لو فرضنا وقعنا بحرب أهلية كان كيف بدهم يتحملوا إجباري؟ فإذا لا خيار أمامنا غير الصبر. أتمنى منك الجواب لمتابعينا وإخواننا الكرام. أخي لابد لا خيار أمام السوريين، لا خيار أمام السوريين إلا دعم وإنجاح المرحلة الانتقالية بأي ثمن. ونقف مع الحكومة. حبيت قيادة المرحلة الانتقالية أم لم تحبها؟ ماشي. لابد من إنجاح قيادة المرحلة الانتقالية، لأن نجاحها هو نجاح لكل السوريين وحماية لكل السوريين وعلى رأسهم الأقليات. حماية لكل السوريين وعلى رأسهم الأقليات. وإضافة للشهاد فشلها يعني فشلنا جميعا ودخولنا في المجهول. نحن أمام فرصة ذهبية للبناء. لا تقدر بثمن.
لذلك لابد من تكاتف كل السوريين حول المشروع الوطني الجامع لإنجاح المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة جديدة. نعم. وصولا للانتخابات وغيرها. بس بيقول لك أنا الشعب أنا يمكن ذكرتها، شو بتحب توجه كلمة من الأستاذ فهد للشعب السوري؟ كلمة هيك من خالصة من قلبك يعني، شو بتحب توجه لهم كلمة خالصة؟ الشعب السوري تحمل ما لم يحتمله بشر على مدار ليس فقط 14 سنة، كانت 14 سنة تحملوا ما لا يحتمله بشر، لكن تحملوا 70 سنة. اليوم الشعب السوري تحرر، نفض ركام الدكتاتورية وركام الذل والإذلال. اليوم الشعب السوري استعاد كرامته، استعاد الشعب السوري كرامته، وكالمارد الذي خرج من الزجاجة لن يعود إلى الزجاج مرة أخرى. الشعب السوري لما يستعيد كرامته لن يعود إلى الزجاج مرة أخرى. الشعب السوري سيثبت للعالم بأنه صاحب حضارة. العالم بدأ من سوريا وسينتهي في سوريا، وسوريا ستعود في طليعة الأمم. وكما منحت سوريا العالم تحضره وتمدنه، ستعيد إلى هذا العالم التوازن والاستقرار مرة جديدة. لاحظ من بعد سقوط الأسد مشاكل حول العالم. نعم صحيح. سوريا هي مفتاح صمام أمان العالم وأمام الشرق الأوسط. إن لم تستقر سوريا لن يستقر العالم. الشرق الأوسط. وسوريا مفتاح سلام العالم وسلام الشرق الأوسط، لا يمر إلا عبر سوريا. سوريا نعم صحيح. سوريا هي مفتاح السلام الإقليمي والحضارات بسوريا. مفتاح السلام الإقليمي في سوريا، في دمشق. عندما تريد إسرائيل السلام الحقيقي مع الشرق الأوسط عليها أن تطرق أبواب دمشق. نعم يعني. وتقدم التنازلات لدمشق. كلام. وستستعيد دمشق ألقها ومكانتها كعاصمة سياسية واقتصادية وثقافية، وستعود دمشق منارة للاعتدال في كل منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. شيء رائع جدا. وستستعيد باقي المدن السورية ألقها، حلب، حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس، التدمر، دير الزور، الحسكة، القامشلي، درعا، كل المناطق هي سنشهد خلال 5 سنوات. راجعني بعد 5 سنوات. طبعا مو 5 سنوات، بدي راجعك بعد 5 سنوات. بعد 5 سنوات. نعم. وثقوا الآن بالصور كل المحافظات السورية وصوروها بعد 5 سنوات، وانظروا إلى سوريا بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات حتى. الازدهار. سترون سوريا مختلفة تماما. ونرجو أن هذا الشيء إن شاء الله. ازدهار عمراني واقتصادي منقطع النظير. هل هناك ومكانة اقتصادية منقطعة النظير لسوريا. شيء رائع جدا. أنا بشكرك جزيل الشكر على المقابلة. شكرا لك أستاذ فهد، أنت غالي علينا. شكرا لك. وأنا بشكرك جزيل الشكر على هالوقت الثمين من أخونا وصديقنا. أنا على فكرة أصدقائي ما بحب أقول له أستاذ فهد، ولكن كقيمة كخامة من الخامات، خامات السوريين السياسيين المخضرمين ومن الشرفاء ومن الأكارم، وسمح لنا بهذه الفرصة وبهذا الوقت. أنا فقط في عندي شغلة، في كتير ناس بيسألوني إنه ليش ما نزلت لسوريا، مفكرين إنه عندي موقف ضد النظام. يا حبيبي والله ما عندي ضد النظام السوري الجديد. أنا داعم للدولة السورية والقيادة المرحلة الانتقالية بكل قوتي. وكل ما أصدرناه، يعني راجعوا السوشيال ميديا هاي كلها بعتناها للقيادة. كل الملفات هي أتمنى من القيادة أن تأخذ بها. أكيد مستحيل. وبدون أي مقابل، وبدون أي مقابل، وبدون انتظار أي مقابل، وبدون انتظار حتى كلمة شكر. نحن ندعم قيادة المرحلة الانتقالية بكل قوتنا. نعم. أنا ما زرت سوريا لسببين: سبب أحتفظ فيه لنفسي، طبعا ما له علاقة بالسياسة، سبب شخصي. السبب الثاني انه خلال السنه اللي مضت انا متشوق لزياره سوريا. انا صار لي 32 سنه لم اعد الى سوريا منذ 32 سنه.
ولم التقي اهلي اساسا من 32 سنه. نعم عندي نعم. يعني محروم من بلدي ومحروم من اهلي من 32 سنه. انا اتمنى وجد العوده الى اليوم الى سوريا اليوم الى بكره. في شغله ما ذكرت ولكن خليني اكمل كلمتي. انا لم اعد الى سوريا خلال السنه الماضيه ولو لزياره لمده اسبوع او اسبوعين لسبب جوهري واساسي، هو حرصي على قياده المرحله الانتقاليه. يا سلام، مشان زعزعه الوضع يعني، لان هناك من سيترجم زيارتي لسوريا انه كمناصب كاستغلال. انا ما هدفي شيء. اثنين أنا لدي كثير من الأعداء. نعم. وما زالت هناك خلايا لإيران وخلايا لحزب الله متخبية وكذا وإلى آخره. ليس خوفا من الموت، لكن لا أريد أن يتسبب أذى فهد المصري بأذى للقيادة المرحلة الانتقالية. اليوم بعد مضي سنة أصبح هناك استقرار نسبي، هناك تقدم كبير. نعم. ماشي. اليوم أستطيع أن أقول أن الوقت أصبح مناسب لزيارة سوريا قبل الاستقرار. ما لي بحاجة دعوة، هي بلدي. يا سلام، هذا شيء. هي بلدي، بحاجة دعوة لزور بلدي. أنا بدي أنزل زيارة لسوريا وسأطرق أبواب القيادة السورية حتى بدون دعوة بتعيد. ما لي بحاجة دعوة يا حبيبي، بلدي هي بلدي، زيارة بلدي، بدي دعوة لزيارة بلدي. أحسنت. في بعض الاشخاص قالوا لي بدنا دعوات. لا يا اخي، ما بدي دعوه من وانا مدري شو. انا هي بلدي يا حبيبي، هي بلدي، شو بدي دعوه الواحد؟ يعني سوف انت بدك تفوت على بيتك، بدك دعوه لتفوت لبيتك؟ اكيد لا. يعني سوف ننتظر قريبا زياره للسيد فهد المصري قريبا الى سوريا ان شاء الله. بالبدايه الزياره قبل الاستقرار النهائي. انا بدي ارجع اعيش بسوريا. كفاني 30 سنه بالمنفى، 32 سنه. تستغني عن كل شيء ما قمت به بانجازات بفرنسا وترجع الى سوريا تستقر. انا كل شيء عملته بفرنسا مشان سوريا. خلص سوريا تحررت، بدي ارجع لبلدي. انا بدي كفي ما تبقى لي من العمر، بدي اعيش بسوريا بين اهلي. هل هناك تاريخ محدد لعودتك استاذ فهد؟ ان شاء الله بعد العيد، بعد رمضان ان شاء الله. بعد رمضان، وساطرق ابواب القياده السوريه. ليس رغبة في منصب أو شيء، ولكن لأضع كل ما أعرفه من أي معلومات أو أي شيء يمكن أن يفيد الدولة السورية لضعه تحت تصرفها. الدولة السورية أتوقع وأنا متأكد بأن الدولة السورية لها الفخر والشرف بأن يعني يكون لأخونا الأستاذ فهد المصري بخبراته العميقة بأن نكون جميعنا مشاركين بهذه الدولة. هذه دولة السوريين. نعم. وجميعنا معنيون ببنائها، سواء كنت بمنصب ولا دون منصب، كمواطن عادي. هذا واجبنا، بناء دولتنا. نعم صحيح. ماشي. واليوم لأول مرة في التاريخ منذ سقوط الأسد الشعب السوري هو جيش سوريا. الشعب السوري هو جيش سوريا. أصبحنا نتنفس حرية، نتكلم حرية. اليوم سوريا اليوم أكثر دولة، يعني رغم كل التحديات اللي عم تعيشها سوريا، رغم كل التحديات، هامش الحرية وهامش حرية التعبير في سوريا هو الأعلى في كل دول المنطقة. نعم صحيح. لذلك علينا أن نحافظ على هذه المكتسبات، أن نكون يد بيد من أجل بناء سوريا الغد. صحيح. وأنا أتوجه بكلمة للرئيس الشرع. نعم. وأقول له: أعانك الله، أعانك الله، أعانك الله. هل نحن وكان الله في عون سوريا والسوريين. كلمة رائعة، فعلا كلمة رائعة ومؤثرة. أقسم لك بالله إنه أعانك الله سيادة رئيس الجمهورية أحمد الشرع. أعانه الله. كيف استلمت سوريا؟ حمل ثقيل. نعم. حمل ثقيل. على فكرة أستاذ فهد، ساعة وساعتين وثلاثة والله ما شبعت من هذا اللقاء. شكرا. أصدقائي، طبعا ما خلف الكواليس أنا والأستاذ فهد ممكن ساعتين أو يوم أو يومين، ولكن